خزان المي 4 براميل عم نشتريه ب 100 ليرة تركي. المكان اللي واقف فيه هو مكان لبقايا ركام إحدى المحلات اللي موجودة بقرية الحواش بسهل الغاب. طبعا معظم المحلات والمنازل تحولت لركام، والناس معظمها رجعت للخيام مثل ما كانت ساكنة بالمخيمات الحدودية. لو نتعرف على وضع الضيعة أو القرية بشكل كامل، معي هون الأخ واحد من سكان القرية. تفضل احكي لي اليوم شلون الوضع هون عندكم. والله الوضع مأساوي يا أخي، والله احنا كنا بالمخيمات، الضيعة كلها كانت بالمخيمات، وجينا على الضيعة ما في سطح واقف ولا في مأوى ولا في ملجأ للناس إلا الله. صرنا نعزل الرديم بإيدينا مشان احنا نقعد فوق رديم. لا مي، لا صحة، لا كهرباء، لا مجاري صحية، لا نقطة صحية، لا نقطة طبية. والعالم يعني بصراحة جيت من المخيمات، شو بده يكون عنده؟ وضعه صفر. يعني الناس ما عندها تجيب كيلو رز، وضع مأساوي. الدنيا جاية شتوية، والله ما عندنا يا أخي نجيب ورقة نتدفع عليها، ورقة سجرة نتدفع عليها. يعني قرية بصراحة ميتة. عقارب، حيايا، أفاعي، أمراض متفشية، يعني سوء يا أخي، سوء. ويعني نتمنى من الجهات المعنية إن شاء الله أنه ما بتقصر بموضوع الضيعة هاي. حتى شوف يا أخي، إذا بدك تجيب اليوم مثلا كيلو بندورة، بدك تشتغل كل النهار لحتى تحصل تجيب كيلو البندورة. من صعوبية العيشة هون، لا أرض مفلوحة ولا أرض مزروعة ولا صنعة ولا شيء. يعني شايفين بلد مدمرة يعني. ونشكر كل احكي من لي ساب يا شو ابرز الخدمات الاولويه للخدمات اللي لازم تتوفر اليوم بقريه الحواش، شو هي اول مطلبكم شيء الرئيسي؟ اول شيء يا اخي كخدمات، احنا بنتمنى انه بيكون عندنا مركز صحي، بنتمنى بيكون عندنا مدرسه للتعليم، بنتمنى انه هالجوامع بيوت الله انه كمان تتعمر. يعني نتمنى انه الشوارع هي الطرقات كمان تتخدم، المجرور يتخدم، المي خزان المي 4 براميل عم نشتريه 100 ليره تركي، وبثلاث براميل كمان عم نشتريه 100 ليره تركي. تمام. يعني حاله مأساويه، وضع صعب يا اخي. هذا الوضع ينطبق على كل اهالي القريه ولا اهالي سهل الغاب؟ لو تحكي لي باختصار. اهالي سهل الغاب بأكمله، اهالي سهل الغاب. انه الضيعه اللي كانت تحت سيطره النظام الظالم دمرها وخربها وعملها مثل ما هالوضع انتم شايفينه. بنشكركم يا اخي. الله يعطيك الف عافيه يا رب. يا هلا. طبعا من هون، من هذا الكلام اللي اختصره معنا الاخ من قريه الحواش، لازم تعرفوا ليش لازم نفدي حماه، ليش لازم نكون دعم لحمله فداء لحماه.